يومكم سعيد. قراية النهاردة بدأت معايا بداية غريبة شوية. كنت قاعدة عادي كده وفجأة رنت في ودني جملة اتعود تسمع. فجأة ضربات قلبي زادت شوية وحسيت إن الكلمة بترن في ودني فعلا، كأن ترددها عمال يعلى شوية بشوية وعمالة تتوسع قدامي، فبقى الصوت أعلى شوية من المتوقع. حسيت إن هي أصلا رسالة مش عادية. قمت طبعا وجبت شوية ديكس كده بشكل عفوي بدون ترتيب وبدون مركز أي ديك فيهم طاقتها عاملة ازاي. سحبت منهم الكروت، ويا للعجب، الكروت اللي طلعت كانت مزدوجة، يعني نزلوا كارتين كارتين، وكل كارتين بالظبط كانوا يعني كل كارت في الكارتين اللي نزلوا كانوا بالظبط يعني شبه رسالة واحدة متقسمة على نصين. كمان بقى اديك التاروت اللي اخترتها جت من نفس الثيم بتاع كروت الأوراكل، يعني برضو بتتكلم عن المسرح والأضواء. فأنا كده عرفت إن القراية بتاعت النهاردة بيتم التنبيه عليا إن هي مهمة جدا، فمن فضلك يعني اعتبرها كذلك، ويلا بينا نبدأ. قراية النهاردة بتبدأ من البداية، يعني أول كارت جاي يحكي القصة من البداية خالص، البداية الحقيقية من لحظة التكوين، من أول مرة رجلك لمست فيها سطح كوكب الأرض. أول بطاقتين بيكلمونا عن بداية رحلتك هنا على الأرض. كلنا يعني كنا أرواح سعيدة في يوم ما، قريبين جدا من ربنا، من عالم الروح. كنا أرواح عاشت في عوالم مختلفة بقوانين مختلفة، وده خلى روحنا تبقى ثرية بكل التجارب دي. كل تجربة مرينا بيها أضافت لينا وأضافت برضو وأثرت في الوعي الكوني، كأن يعني إحنا والكون طول عمرنا توائم، بنعيش ونجرب ونتفاعل في عوالم مختلفة ونحس ببعض. رابطنا بالكون زي رابط التوائم الموجودين بين البشر كده. أما مثلا واحد منهم بيحصل له حاجة فالتاني يحس بيها على طول، حتى لو كل واحد فيهم في بلد. أول كارت بقى هو earthing أو التقريض، ودي هي لحظة هبوطك لأول مرة على الأرض. شايفين البنت نازلة من السماء ازاي جوه شرنقة من النور والكريستال. بيقال يعني ان وقت هبوطنا على الارض ولان ذبذبة الارض كانت اقل من ذبذبة روحنا، او بمعنى اصح يعني تجسدنا في جسد مادي على الارض كان يستوجب ان روحنا تنزل شوية من طاقتها ومن تردداتها علشان تعرف تعيش هنا يعني. عشان كده احنا في كل سماء من السماوات السبعة كنا بنسيب جزء صغير من روحنا واحنا نازلين هنا. الجزء ده مش متروك خالص ولا مهجور على فكرة، اعتبره كده موجود أمانة عند طبقة التردد اللي موجودة في السما دي، أمانة محفوظة ومتشالة لغاية ما انت تصعد تاني في ترددك وتندمج واحدة واحدة مع الأجزاء دي. كل مرة كنا بنسيب حتة مننا في طبقة سما كنا بنتألم، لأن لا شيء في العالم ده كله يساوي متعة ورحمة ولطف وجمال اكتمال الروح. عد بقى معايا وشوف متع الحياة دي كلها، اجمعهم كده سوا، برضو لا يساووا أبدا متعة اندماج جزء من روحك معاك مرة تاني. البنت في الكارت عارفة كده، عارفة إن هي عشان تتجسد على الأرض كان لازم تسيب أجزاء منها عند كل طبقة من السماء، أو بمعنى أصح عند كل بعد من الأبعاد. أنا عارفة إنكم أكيد هتفكروا يعني وتقولوا كده، طب وهو كان علينا بإيه يعني، ما احنا كنا مبسوطين، إيه اللي جابنا هنا؟ الحقيقة بقى إن سبب تجسدك هنا ده هو أهم سبب لوجودك أصلا، ومحدش المفروض يعرفهولك على فكرة أو يقولك أنت جاي هنا ليه. في ناس ممكن تساعدك، إنما الحقيقة الوحيدة هي اللي هتبقى جاية من جواك، أنت اللي لازم تكتشف ده. في ناس بتقول إن هي لعبة زي لعبة هايد أند سيك كده، أو الأستغمية بالمصري، يعني اللي بنقول عليها في مصر أستغمية.
يعني إحنا جايين نلعب لعبة اسمها البحث عن حقيقتنا، وفي ناس تانية بتقول لأ، الأرض دي مدرسة تعليمية وإحنا جايين هنا علشان نتطور، وفي ناس تانية جاية تدور على شخص عزيز عليها هنا، وفي ناس جاية تعلم غيرها إزاي يعملوا كل ده، وفي ناس جاية تشهد وتشاهد كل ده، وفي ناس مجرد وجودها هنا مخلي اللعبة تدور وتستمر. احنا مش قصتنا النهاردة نتعمق قوي في الحاجات دي، لأن رسالة القراية النهاردة جاية بتقول اتعود تسمع. جملة اتعود تسمع دي هي مفتاح القراية كلها، والبنت في الكارت زي جنين جوه رحم كريستالي من النور جاية تتولد منه للأرض. تاني كارت هو مكتوب عليه كل الطرق تؤدي إلى المنزل. ويعني لما نفكر فيها كده ونقول ازاي كل الطرق بتوديني البيت، مش منطقي يعني أنا همشي ازاي عشان أروح البيت؟ هروح يمين ولا شمال ولا هقف ولا هكمل؟ الحقيقة بقى إن مش مهم، لأن كل الطرق هتوصلك للبيت. عارفين ليه؟ مش لأن الطريق نفسه هو البيت، مش لأن البيت هو الطريق والطريق هو البيت والطريق في كل مكان والكلام ده، لأ، لأن حضرتك أنت البيت. مكان ما أنت بتروح هتلاقي البيت، بمعنى إنك أنت البيت، أو بمعنى أصح إن بيتك أصلا جواك، مش مكان هتروح تدور عليه في الطريق وتفكر همشي هنا ولا هنا. مش مهم بقى التجسد في الأرض ولا في السماء، لأن أنت البيت. أنت هنا على الأرض دلوقتي لأن ده جزء من رحلتك، رحلة روحك. لحظة انفصالك عن المصدر العلوي كانت وهم. أنت أصلا عمرك ما بتنفصل، لأن المصدر الإلهي هو كل ما في الكل، يعني ربنا كل ما في الكل، هنا وهناك وفي كل حتة. الهبوط على الأرض هو كان بداية التجربة البشرية بالنسبة لك، ودي لحظة قوية ومهيبة جدا، وكانت كمان للأسف صادمة للروح اللي اتعودت على الخفة والاتصال بربنا طول الوقت. رحلتك في البحث عن الذات بدأت بمجرد هبوطك. البنت هنا قدامنا في الكارت خرجت خلاص من الرحم الكريستالي، ورجليها لمست الأرض فأدركت إن هي لوحدها. جواها جزء طول الوقت فاكر حياتها في الأبعاد العليا، لكن في نفس الوقت هي مش عارفة تعبر عنهم، مش عارفة تقول مثلا أنا اسمي هناك كان كذا وكذا، وشكلي كان كذا، وحياتي كانت كذا وكذا، لأن ببساطة فوق ما كانش فيه أصلا كلمات، ولا كان فيه أجساد ولا أسامي. الروح كانت بتتكلم بطرق تانية خالص. فدلوقتي البنت مصدومة، عاملة زي اللي فقد الذاكرة كده، وبيجيله يدوب لمحات صغيرة من حيواته السابقة ومن حياة واحدة طويلة وسعيدة جدا كانت في مكان بعيد قوي قبل ما يتجسد هنا على الأرض. الحقيقة إن الكارت ده كمان مفكرني بفيلم كرتون اسمه ذا رود تو إلدورادو، كان من حوالي 25 سنة كده ولا حاجة، وأكيد كلنا شفناه. الطريق لإلدورادو هحطلكوا صورته عشان تفتكروه معايا، لأن في الفيلم ده كان فيه 2 أصحاب تايهين في البحر، وكانوا بيدوروا على مكان نفسهم يروحوه، لأنه سمعوا إن فيه كنوز مهولة من الذهب، وكانوا عاوزين طبعا يروحوا ياخدوا منها لنفسهم علشان يختنوا. اللي حصل إنهم وصلوا للمكان ده واتفاجئوا إنه كان وهم، مجرد مكان مليان شجر وصخور وشلالات مياه وطبيعة ساحرة. بعد ما يعني اتصدموا الصدمة دي وكانوا مش عارفين يعملوا ايه، القدر بقى خلى بالصدفة كده انهم يعرفوا ان المكان المليان دهب ده او إلدورادو يعني مكان حقيقي فعلا وموجود، وعايش جواه كمان بشر كتير جدا، وانه كده يعني مستخبي ورا مدخل سري. المدخل ده ورا شلال، والمكان ده ملوش أصلا غير مدخل واحد فقط عبر هذا الشلال الضخم. ولما عبروا من خلال الشلال لقوا الكنوز. الشلال كان وسيلة من الطبيعة لحماية إلدورادو
من الطامعين طبعا والمتطفلين. يعني شلال الماء كان العازل، كان الحجاب بين الذهب وبين العالم الخارجي كله. دلوقتي بقى أنا عايزاك تسأل نفسك سؤال مهم: هل شلال مشاعرك مخبي وراء الذهب؟ هل مخبي وراء البيت بتاعك؟ الكارت بيقولك كل الطرق هتوديك للبيت، لأنك أنت البيت، بس البنت برا ولسه بتدور ولسه بتقتفي الأثر، لسه معرفتش إن الشلال اللي قدامها الضخم ده هو جزء منها، هي تركته وراها وراحت تدور بعيد، لأن هي طول عمرها كانت فاكرة إن البيت لازم يكون بعيد، يعني لازم تكون الرحلة شاقة، ولازم تكون الحياة كده فيها مغامرات بقى، ممكن تكون فيها صدمات كمان، فلازم هي تقتفي الأثر وتسمع كلام بقى اللي سبقوها، وكل واحد فيهم كانت بتقابله وتسأله كان بيوصف لها العنوان على حسب تجربته هو. وإحنا طبعا يعني لما حد بيعمل معانا كده بنصدقه وبنروح ندور في المكان اللي هو قال عليه، مع إن القصة سهلة قوي والله، يعني البيت جوه أصلا، وإنت طول الوقت شايله جواك وماشي تدور ورا كلام الناس. فالمطلوب منك إنك تتعود تسمع بقى، اتعود تسمع، مش جاية هنا كنصيحة للحذر من الخداع بقى أو من التوهان، إنما هي جاية تقولك اتعود تسمع، لأن هي الكلمة في حد ذاتها تذكرة أزلية للروح عشان تفتكر نفسها، كأن روحك خدت عهد على نفسها إنها على طول تكلمك لغاية ما انت تعرف تسمع. الروح خدت عهد على نفسها إنها تتكلم لغاية ما انت تعرف مصدر الصوت فين وتمشي وراه. روحك عاوزاك تسمع لأنك مشتت في الحياة ونسيت مكان البيت، ماشي تنقل من تجارب الناس ومن نصايحهم ومن كلامهم، ولسه مخدتش الوقت إنك تعبر الشلال وتدخل جواك. بيتك بيهمس لك كل شوية، صوت واطي ده بس لأن الدوشة برا عالية. انت بقى محتاج تتعود مرة تانية على سماع الترددات الخافتة والهامسة اللي جاية من المنزل الأول، من بيتك الأولاني. بيتك الأولاني هو المصدر، يعني هو أجزاء روحك اللي انت سبتها واحدة ورا واحدة وراك وانت نازل هنا، عشان وهي هناك تفضل ليك منارة تنور لك طريقك وانت راجع، تشاور لك على الطريق. لو الصوت والشوشرة زيادة يعني عليك، فانت مش هتعرف تلاقي أول وأقرب جزء منهم ليك، مش هتعرف تسمع الصوت اللي لسه مستنيك وبينده عليك. الاستماع هو البوصلة الوحيدة اللي هتوجهك وسط كل الممرات والطرق الملتوية اللي هتمشي فيها في الأرض. أما تالت كارت بقى هو كارت جوكر الكوتشينة، مكتوب عليه لم يتأخر الوقت بعد للتغيير، وجاي وراه على طول كارت قناع المسرح، مكتوب عليه ازدواجية في التعامل، قد تكون بعض الاهتمامات التي تتلقاها غير حميدة. ظهور الكارتين دول ورا بعض وفيهم أقنعة وفيهم شخصيتين متنكرين يعني، ولابسين أقنعة أو حاطين مكياج تقيل خافي ملامحهم الحقيقية، وقناع المسرح ده اللي هو نص بيضحك ونص بيعيط، والجوكر اللي هدومه هي كمان نصين. كل ده مخليني متأكدة إننا حطينا إيدينا على العقدة الدرامية بقى الحقيقية في القراية، لأن الكارتين جايين يكلمونا عن الاصطدام بقى بين قانون الثنائية والقطبية اللي في الأرض. هفهمكوا ليه. لأن يا جماعة هنا على الأرض انت في رحلة روحية أصلا، يعني انت في رحلة للهبوط على الأرض والبحث، انت جيت وهبطت وبدأت في البحث عن أصلك أو ذاتك خلاص. إنما بقى إيه اللي حصل؟ إنك أثناء رحلتك دي انت اصطدمت بالوهم، بالمايا، يعني بالوهم الأرضي، بوهم إنك أولا لوحدك، وثانيا إن بيتك بعيد،
انت اما جيت هنا اتفاجئت بقانون الثنائية، يعني لقيت كل حاجة حواليك عبارة عن قطبين اتنين لنفس الحاجة، يعني هي حاجة واحدة بس اتقسمت اتنين، نور وظلام، خير وشر، حزن وفرح، فوق وتحت، شروق وغروب، سلبية وإيجابية. الكلام ده مش موجود غير هنا بس يا جماعة على الأرض، لأن ده جزء من الوهم. الحقيقة إن كل حاجة واحدة مش مقسومة اتنين. لما اتقسمت اتنين للأسف بقت حاجة كده عاملة زي الماتر والأنتي ماتر، أو المادة والمادة المظلمة. لازم علشان واحدة ما تبقى موجودة لازم التانية اللي عكسها تفضل موجودة، وده كله وهم. انت ما كنتش فوق متعود على كده، انت كنت عايش في بعد أعلى، طاقتك متعودة على تردد أشبه بتردد الجنة، تردد الحب الإلهي. الحياة ما كانش فيها مصاعب وتناقضات صارخة زي اللي هنا، فأنت بدأت في اكتساب عادات بشرية لأنك صدقت الوهم. والبشر اتعودوا على السلبية، اتعودوا يبصوا على حاجة واحدة من القطبين ويعتنقوها، وده بيخلي الحاجة التانية يعني تطاردهم. لأن انت لما هتركز على حاجة واحدة بس ده معناه انك بتحط طاقتك في مكان واحد بس. طبيعي المكان التاني يا ينجذب لك يا إما يبتدي يلفت نظرك بشتى الطرق لأنه موجود، علشان انت في النهاية توحدهم سوا في طاقة واحدة من المحبة الإلهية. انت صدقت الناس أما قالولك إن الحياة لازم تكون مرة، أو لازم تكون غير عادلة، أو علشان الناس تختني مثلا لازم تنصب على بعض، أو إن المرض ما بيخفش بسهولة، أو إن لازم يعني تتعب لغاية ما تلاقي شريك حياتك، أو إن عمرك ما هتلاقي وظيفة تبقى فرحان وإنت بتشتغلها. فإنت على طول يعني عايش جوه فكرة الناس عن الحياة الشاقة، عايش جوه طرف واحد بس من القطبية، ما قدرتش تدمج الطرفين سوا وتحقق المعادلة الصعبة تلاقي منها الذهب. بمعنى أصح تعرف إنها وهم، إن الحقيقة واحدة لأن ربنا واحد. إحنا بس هنا يا جماعة في البعد ده اللي بنلعب لعبة الازدواجية دي، إنما في أبعاد أعلى مفيش حاجة اسمها ازدواجية. أنا مش عارفة أنا توهتكوا ولا شرحتلكوا ولا انتوا فاهميني ولا لأ، بس هي فعلا كده في الأبعاد الأعلى مفيش حاجة اسمها خير وشر، لأن هي خلاص اندمجوا سوا وتعادلوا وتناغموا، بقوا في النص في التناغم. يعني مش بيتخانقوا مع بعض، مش بيتصارعوا مع بعض، اتحدوا وتناغموا، خلاص بقوا في اتساق وتناغم مع الطاقة الإلهية، مع الوعي الإلهي الحقيقي. الحقيقة بقى إن كل ده وكل التجارب الفاشلة بتاعت الناس دي انت صدقتها واعتنقتها، وقررت ان حياتك هتكون كده برضه. انت صدقت ان الارض سجن وعذاب ومشقة، فبقت كذلك بالنسبة لك لانك صدقت، وبدأت تلبس اقنعة للتكيف مع العالم المادي ده المزدوج الغريب ده. هو اصلا يعني ما كانش مفهوم بالنسبة لك انت ازاي هتعيش هنا، فبدأت تبص حواليك كده وتشوف الناس عايشة ازاي وتقلدهم. تقليدهم بقى بوعي أو بدون وعي مش مهم، لأن كلنا بنعمل كده يا جماعة، كلنا بنقلد بعض بوعي وبدون وعي. ومن كتر ما بنبطل نسمع صوت البيت وبنسمع صوت دوشة الناس والظروف والازدواجية والماية، بقينا عاملين زي قناع المسرح كده، نص ضاحك ونص باكي، نص بشر ونص ملاك، نص فاكر ونص ناسي، نص سامع صوت روحه ونص ملهي في دوشة الحياة. أما بقى كروت التاروت فهي جت تفسر الحكاية أكتر شوية. يعني أنا هسيب التلات كروت قصادنا علشان نفهم القصة كده من غير ما نفضل رايحين جايين ما بينهم. أول كارت هو السبع سيوف، بعديه أميرة الكؤوس، وبعديه الأربع كؤوس. والديك دي أصلا بتتكلم يعني عن الحياة كأنها عرض بيدور جوه سيرك، كل يوم نفس العرض بيتكرر هو نفس الفقرات، بس برضو في قلب الفقرات دي في حدوتة تانية بتتحكي بصوت واطي شوية عشان الشخص الواعي بس،
هو اللي يفهمها، وهو اللي يعرف يحرر نفسه من تكرار الفقرات دي وتكرار دورات الكرمة والسجن ده. كارت 7 سيوف بقى بتدور أحداثه مش على خشبة المسرح، لأ، بتدور أحداثه خلف الكواليس، مكان بين الكواليس كده ضلمة ومحدش مهتم بيه قوي. قدامنا شخص كده واقف بيلم في السيوف الذهب اللي قدامه، عمال يلمهم، وإيده طبعا يعني مش هتساع ولا هو دراعه هيقدر إنه يشيل 7 سيوف مرة واحدة. السيوف صحيح من الذهب، وهو عايز يلمهم كلهم في محاولة يعني للسيطرة المفرطة على أفكاره، لأن السيف هو رمز للفكر، لقوة الذهن، أو للأفكار المسيطرة على الذهن. الشخص عمال يلم في اللي يقدر يشيله، لكنه بيدرك إن في واحد وراه واقع، وإنه أكبر سيف فيهم، وغالبا أهم سيف كمان، وحتى لو أخده فهو لسه قدامه في سيوف تانية في الصندوق مش عارف ياخدهم. يعني هو أدرك إنه في النهاية كده كده هيوصل إلى حالة من الخواء العاطفي أو عدم الرضا، طول ما هو ماشي يلم أفكار الناس ويعتنقها كأنها بتاعته، يشيلها جواه كده وفي ذهنه كأنهم بتوعه. ولأنه برضو أدرك إنه بالشكل ده هيبقى في قدامه نسخ مكررة كتير من الأفكار، فهو مش هيعرف ياخد إيه ويسيب إيه، فبقى بيلم بشكل عشوائي كده، مش عارف أو مش لسه مأدركش يعني سيفه الحقيقي فين، أني نسخة من نسخ السيوف اللي قدامه دي هي الحقيقية. يا ترى اللي وراه، ولا اللي لسه في الصندوق، ولا اللي قدر وفعلا عرف يشيلهم؟ سيفه أنهي في دول؟ أنهي واحد فيهم اللي جاي معاه وهو خارج من الرحم الكريستالي؟ أنهي فكرة في دول هي الفكرة الأصلية اللي أصلا هتوصله للبيت بتاعه؟ هو عمال يلم 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 على قد ما يقدر، بيلم بقى تجارب عاطفية، بيلم تجارب فكرية، بيلم أفكار اتبرمج عليها بقى من الفرجة على الدراما والمسلسلات والأفلام، أو الفرجة على الدراما بتاعت البني آدمين، ونسي إنه مختلف عنهم كلهم، لأن كل واحد فينا جاي مختلف أصلا عن الباقيين، جاي يكمل قطعة من البازل في البازل الكبير قوي اللي اسمه الكون. هو جاي عشان يلاقي ذاته ويلاقي سيفه، مش جاي عشان يلم سيوف التانيين. وده ظهر برضو في كارت 4 كؤوس، يعني بمعنى أصح ظهر انت ليه مش حاسس بالرضا في كارت 4 كؤوس، لأن الشخص اللي قاعد في مركب وسط بحيرة كبيرة ده وسرحان في تأمل وجه كبير متجسد تحته في الماء، ما تعرفش بقى جايز بيتكلموا ولا بيشكيله همه ولا بيعمل ايه، ولا سرحان خالص، مش مدرك وجوده أصلا، وهو برضو في نفس الوقت مش شايف خالص الحل الإلهي اللي نازل من فوق على شكل شخص جايب له كاس الحب، كاس السعادة، أو جايز كاس في حتة من روحه اللي سابها وراه وهو جاي هنا. الكارت فيه إحساس بالملل كده، كأنه بيقول لنا إن لما الروح بتفقد شغفها ومش بتنتبه بقى للرسائل العلوية، هتبقى زي اللي راكب مركب وسط المحيط كده ومعهوش مجداف، مش عارف يتحرك وواقف مكانه غصب عنه، مستني بقى أي حد ينجده، حتى لو كان وجه ضبابي على صفحة ماء مش معروف أصلا هو جاي يساعده ولا يشتته. بينما المساعدة الحقيقية جاياله من مكان هو أصلا ما فكرش يبص عليه. علشان كده رسالة القراية بتقولك اتعود تسمع، اتعود تخرج بره اللي اتعودت عليه، لأن اللي اتعودت عليه برمجك تبص تحت رجليك مش تبص للسما. طوق النجاة والحل للخروج بقى من فخ الثنائية والقطبية والأقنعة ونظرية المؤامرة والدراما وآراء الناس اللي عمالة تبعتك مشاوير بعيدة دي في كل حتة وتتوهك زيادة، هو النظر في مرآة القلب الصافية زي كارت أميرة الكؤوس كده.
إنك تستعيد حاسة السمع الباطني المنسية عندك بمنتهى الصراحة بقى. اللي بيسمعوني النهاردة يعني انتوا عندكوا شكر الأذن لازم تتنشط، لازم تاخدوا وقت تصوموا فيه عن الكلام، تصوموا عن الكلام زي صيام ستنا مريم الطاهرة كده لما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. انت أما هتصوم عن الكلام هتقلل قوي برمجة الناس ليك، وهتاخد بريك، هتاخد فرصة تدي لنفسك وقت إنك تسمع. هتكتشف إن الكون أصلا بيكلمك بأكتر من طريقة. ومش عارفة انتوا جاهزين تسمعوا اللي هقوله ده ولا لأ، وبس يعني أنا هقوله وإن شاء الله هيوصل يعني للي يقدر يسمعه كويس. من كتر الصمت الواعي يا جماعة، مش الصمت العادي، الصمت الواعي هو الصمت اللي انت بتختاره بنفسك وفعلا بتقدر تهدي فيه أفكارك تماما، مش بس تقفل بقك ما تتكلمش. من كتر الصمت الواعي بقى هيتم تفعيل سمعك الروحاني اللي أنا قلتلك عليه، ولما ده هيحصل انت هتكتشف ان قلبك بيعمل جواك كده زي رنة، زي صوت يعني زي تون موسيقى كده، رنة موسيقية معينة، صوت فعلا انت هتقدر تسمعه، زي مثلا او تا او لا، يعني حاجة من الحاجات دي على حسب بقى، لان مش كلنا زي بعض، مش كلنا هنسمع نفس الصوت. التون ده او الصوت ده لما هتعرف تسمعه كويس، ولما هتعرف تقلده كمان بحنجرتك وانت في فترة الصوم عن الكلام دي، هيكون زي إعادة تفعيل للغرفة السرية بالقلب بتاعك. لأن يا جماعة القلب فيه غرفة ترددها لا يدرك إلا من أبعاد عليا، يعني لما تقدر ترفع ترددك وذبذبتك للبعد المعين ده، انت بس هتبتدي تعرف تدخلها ازاي وهيجيلك إرشاد ازاي. الغرفة دي هي مسكن الذات العليا، اعتبرها كده زي أوضة السويتش أو أوضة السنترال الكوني يعني بتاعتك، اللي منها انت هتقدر تكلم أي وعد أو مكان. والمكان ده طاهر يا جماعة، ولا يدخله إلا الطاهر برضه، ولأنه كذلك فهو برضه زي كهف تحقيق الأمنيات كده. لو انت دخلته بنية غير طاهرة أو دخلته بنية تحقيق أمنية هتضر غيرك، فتأكد إنها هتكون وبالا عليك وهتتأذي بسببها. لذلك أنا بنبه وبقولك يعني علشان ما شيلش كرمتك وما شيلش ذنبك. فتعلم أولا تزكية النفس، واطلب لنفسك ولغيرك الخير، لأنها مش هتفعل لك إلا بالطهارة القلبية. يعني أما هتتعود تسمع، هتسمع مفتاح صوتي بيصدر من داخل قلبك، مش مفتاح حديد كده تحطه في الباب، زي مفتاح صوتي. المفتاح ده هتدخل منه للغرفة السرية بقلبك اللي هتخليك تتواصل مع ذاتك العليا وأجزاء من روحك. فهمت ليه انت لازم تكون طاهر؟ لأنك يا عزيزي ببساطة متشاف جدا من الأبعاد العليا، رغباتك وأفكارك مقرية ومتشافة مهما خبتها أو دارتها. فتطهير بقى وتزكية النفس هيكونوا تذكرة بقائك بأمان جوه الغرفة السرية دي، وكمان هيكونوا تذكرة بقائك على اتصال دائم بروحك. اتعود تسمع بقى واستعيد الصوت المفقود بتاعك. تون القلب أو الصوت اللي هيقولهولك قلبك هو ده المفتاح الصوتي بتاعك. أنا حاسة كده إني لسه عايزة أقول حاجة تاني، عايزة أسحب كارت أوريكل كمان، حاسة في حاجة عايزة تتقال ما اتقالتش، فأنا هسحب كارت أوريكل مش تاروت والله الله الله بجد، يعني ظهر معايا كارت يونيكورن، يعني الله بجد بجد الله. اليونيكورنز يا جماعة عايزين يكلموكوا. الله، مكتوب على الكارت التمييز أو البصيرة، ودي رسالة مهمة جدا ليك وتأكيد ليا أنا كمان إن قرايتي النهاردة الحمد لله مباركة
وحقيقية من ربنا. ألف حمد وشكر يعني بجد. مكتوب على الكارت: ليس كل شيء يبدو كما هو، وده تأكيد مباشر وحرفي لوجود وهم الماية حواليك، وقناع المسرح اللي جه في الكارت، ولعبة بقى الثنائية بتاعت الجوكر، وخداع العقل بتاعت كارت 7 سيوف. مكتوب كمان stay true to your knowing، يعني ابقى وفيا لمعرفتك أو يقينك. وده برضو تأكيد حرفي بيقولك رجع السلطة الداخلية لذاتك العليا، لأن هي اللي عارفة الحقيقي من الوهم. يعني الكارت ده جاي بيقول لنا أيوة، كل اللي اتقال في القراية مظبوط، وده تأكيد مني بذلك. مكتوب كمان keep your dreams a secret، احتفظ بأحلامك سرا. وأظن طبعا واضح ليه، لأنك يا عزيزي ويا عزيزتي في عالم مليء بالأقنعة، والحماية التقية مطلوبة ليك ولأحلامك. يعني ما تتكلمش عن أحلامك إلا بعد ما تحققها بالفعل، بعد ما تبقى واقع خلاص اتكلم بقى براحتك. روحك بتنصحك بالتمييز بين الوهم وبين الحقيقة، وبالبصيرة، وبإنك تحمي أحلامك. الكارت ده كده كأنه جاي يقدم لك درع حماية تقية هيساعدك في الوصول للبيت بإنك تلتزم بالسرية. الكارت ده كمان جاي يقدم لك عناق، جاي يقدم لك حضن، يعني جاي يقول لك تأكيد إن روحك طاهرة في طهارة اليونيكورن. بيقول لك ابقى وفيا ليقينك الداخلي stay true to your knowing. كلمة knowing هنا أعمق بكتير من المعرفة العقلية العادية، لأن هي العرفان، والعرفان أعمق من المعرفة. المعرفة العقلية يعني حاجة كده تقراها في كتاب وتتعلمها أو تشوفها بعينك فتبقى خلاص فهمتها، إنما العرفان حاجة في الDNA بتاعك، أنت بتبقى عارفها وأنت مش عارف عرفتها إزاي، لأنها مكتوبة في روحك. اليقين الروحي التام يعني هو العرفان، وده هو التطبيق الحرفي لجملتنا السحرية بتاعت النهاردة، وهي جملة اتعود تسمع. فتعود تسمع بقى. اتعود تسمع امتى؟ اتعود تسمع لما يشتد ضجيج العالم عليك، لما تقابل تشتت بسبب آراء الناس، ولما تقابل الوهم، وانت اكيد هتقابله يعني مفيش مفر. فتعود تسمع عشان تعرف تميز. اتعود تسمع لأن السمع الروحاني هو بوصلتك الوحيدة، هو الصوت الخافت الأكيد اللي هتسمعه لما تبص في مراية قلبك وتسمع نغمته السرية وتدخل الغرفة السرية. هقول لكم حاجة كده أنا قلتها يعني في قراية عملتها عن اليونيكورنز زمان، وهسيب لكم لينك بيها في صندوق الوصف. اليونيكورنز يا جماعة بيعتقد إن هما كائنات خرافية يعني، لكن هما كانوا موجودين بالفعل زمان، واختاروا أو تم يعني الاختيار ليهم إنهم يروحوا بعد مختلف، بعد أعلى، لأن تم استغلالهم بشكل وحشي. الناس اللي كانوا موجودين على الأرض ما كانوش جاهزين للتعامل مع هذا المستوى من النقاء والبراءة. كانوا بيكسروا قرنهم ويعملوا كؤوس، لأن بيقال إن اللي بيشرب في كأس مصنوع من قرن اليونيكورن كان لا يستطيع أحد تسميمه أبدا، فكانوا الملوك بيصطادوهم ويعملوا كؤوس بتاعتهم من القرون، لأن القرن بتاع اليونيكورن بيلغي تأثير السم. قرن اليونيكورن موجود فوق، عنده فوق شكر العين التالتة بالظبط، يعني فوق مكان البصيرة اللي الكارت بيقولك إنها لازم تبقى عندك، لأن هي الوحيدة القادرة دلوقتي على إلغاء تأثير السم. سم الوهم بقى، سم المايا، سم الارتباك، سم النصايح اللي بتخليك تعمل يعني مشاوير اللي الناس بيبعتوك بيها مشاوير، يعني فاهمين قصدي؟ هو ده السم. أنا متفائلة جدا بالكارت الأخير ده بصراحة، ولأن انتوا طاقتكم حساسة وجميلة طلع لكم كارت جميل بالشكل ده. ربنا ينور طريقكم ويبصركم ويشرح صدركم ويلهمكم رشد أمركم يا رب. خلوا أحلامكم سر،
واسمعوا نغمة قلبكم وطهروا وزكوا نفسكم، واعرفوا وتأكدوا إن البيت جواكم مهما حصل. بحبكم قوي يا طيبين، وممتنة قوي إن رسالة النهاردة دي جات لكم عن طريقي. بجد فرحانة قوي والحمد لله إني عملتها، وسلام عليكم.